السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل صينية بطاطس تحفة روعة خيال. تنفع للعزايم، يعني ينفع تعمليها عزومة لحد، يعني ابنك جايلك، بنتك جايلك، اعمليها وجنبها شوية رز، وجبة متكاملة. واحدة صاحبتي جايالك، اعمليها واعملي جنبها شوية رز، وجبة متكاملة فيها الكفتة، فيها الخضار، فيها كل حاجة. صينية بطاطس تحفة. هنعملها على العين من فوق، وفي الآخر هندخلها تحت الشواية. هنحط معاها كفتة بولونيز معمولة بطريقة حلوة، بطريقة جميلة، بطريقة خيال. كفتة هشة وجميلة كده وحلوة. هنحط لها معلقتين بقسماط. بس هقول لكم الوصفة دي ملهاش حل. ماشي يا حبايبي؟ اقول لكم الاول مكونات البطاطس. عندي كده كيلو بطاطس او كيلو وربع مقطعاه كده، ولا هو تخين ولا هو رفيع زي ما انتم شايفين كده. ماشي. عندي هنا بقى للبطاطس بصلايه قطعتها جوليان، بس بصلايه كبيره، ولسه هقشر فصين توم كمان. وهنا قرنين فلفل حامين هحطهم زي ما هما كده. وهنا الطماطم بقى مقطعاها طرنشات، بس مقشراها قبل ما اقطعها. بصوا دي بقى ايه التكه بتاعت ام يوسف، قشريها قبل ما تقطعيها. ماشي. يبقى ايه دول؟ 5 طماطمات وبصليه كبيره وقرنين فلفل حامين. البهارات بتاعت البطاطس هنحط معلقتين زبده، معلقه ملح، معلقه بصوا حطيت غلطت بقى، دي المفروض بهارات البطاطس، ودي بهارات الكفته. حطيت السكر مع بهارات الكفته فمفيش مشكله، هنشيلها. المفروض احط معلقه السكر هنا مع بهارات البطاطس. هنا البهارات بتاعت الكفته، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، ربع معلقه قرفه مطحونه، على طرف المعلقه اللي هي جوز الطيب، على طرف المعلقه. بصوا حاجه ما يسكروش يعني. ماشي. بصلايه ومعلقتين بقسماط ناعم مع معلقتين لبن. هقول لكم هنحطهم ازاي. وهنحط مع الكفته معلقه زبده برضو ندعكها مع بعضيها، هتبقى الكفته تحفه. معلقه صلصه كبيره للبطاطس. كل حاجه هنعملها مع بعض. هننقل السكر هنا، وهجيب معلقتين بقسماط وارجع لكم. بصوا حبايبي، هنا قشرت 3 فصوص توم، وهنا بشرت البصلايه على اللحمه، وهنا معلقتين بقسماط بس معلقتين ممسوحين. ماشي. هنحط عليهم بتاع 3-4 معالق لبن بس كده، وهنسيبها شويه. هنصبع الكفته، هنحط عليها البهارات بتاعتها، الملح والفلفل والقرفه وكله. هنحط بضايه بس دي، بس ايه 2-3 تشرب اللبن، وهنضيفها على الكفته. ماشي كده كويس قوي. احنا بقى اللي هنعمله ايه، هنحط هنا معلقه زيت ومعلقتين زبده، وهنشوح الكفته الاول في الصينيه دي اللي هعمل فيها صينيه البطاطس، واطلع الكفته هروح حاطه ايه البطاطس. ماشي. زي ما انتم شايفين كده تحفه، وهتبقى طعم الكفته خيال خيال يا جماعه، ما شاء الله. هنعمل الكفته كور. بص تخنت ازاي. لا تقلقوا، اعملوا بس كده وما تقلقوش، هتطلع تحفه وهتطلع هشه وجميله. عايزه معاها احط معاها حته زبده. هي المشكله الزبده بتاعتي كانت في الفريزر، فلازم تسيح شويه. ممكن احط وحدتين في طبق واحطهم في الميكرويف، يعني معلقه كده، وبعدين نضيفها على اللحمه المفرومه. ماشي حبايبي. تتبيله تحفه، الملح مظبوط، كله مظبوط. بصوا حبايبي، حطيت بتاع معلقه اهو زي ما انتم شايفين كده. هنعجنها في قلب بعضها اهي، وهنقعد بقى نصبعها كور. صبعناها كده زي ما انتم شايفين كور، وقدحت الزبده
هنحط الكفته كده على نار هاديه عشان تتشمع، ما تعليش عليها النار عشان ما تتحرقش من تحت. يعني كده اهو. ماشي يا حبايبي، احلى كفته دي. ولو عايزه تعمليها كده وبعدين تعمليها في الصلصه من غير بطاطس اعمليها برضو، الطريقه دي جميله حلوه قوي. التتبيله بتاعتها بسيطه وبتحسي بطعم اللحمه وانتي بتاكليها اهو يا حبايبي. ما شاء الله ريحتها بصوا لسه ما استوتش وريحتها جباره. حبه القرفه اللي انا حطيتهم مدين طعم ومدين ريحه. شجعوني بلايك. المشاهدات قلت يا حبايبي ليه كده؟ مش عارفه في ايه. وهنغطيها بقى كده عشان تتبخر من فوق 10 دقايق. ماشي يا حبايبي، تعالوا نشوف الكفته اخبارها ايه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بتنزل بقى ميتها كده وبتستوي. بصوا ما شاء الله، ولا فكت ولا جرالها حاجه اهي زي ما انتم شايفين كده. هتشرب الميه دي كلها وتاخد لون، وبعد كده نطلعها ونعمل صينيه البطاطس هنا زي ما انتم شايفين كده. خيال اهو. بصوا يا حبايب قلبي كده الكفته شربت ميتها، نزلت سمنتها زي ما انتم شايفين كده. هنطلعها نعمل بقى صينيه البطاطس مكانها. تخيلوا بقى صينيه البطاطس مكان الصوص اللي نزل من الكفته، هيبقى الطعم ايه؟ خيال. بصوا يا حبايبي كده طلعنا الكفته. هننزل بايه؟ بالبصل والفلفل والطماطم وكله. نديها تشويحه نديها تشويحه حلوه كده، وبعدين ننزل بايه؟ بالتوابل، وننزل بالبطاطس بس تاخد تشويحه الاول كده. شوحناها تشويحه حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهم حاجه التشويحه دي كله مع بعض. وهنا نسيت اقول لكم ان انا كنت ناسيه احط معلقه بهارات صغيره، بهارات مشكله، ومعلقه كزبره. ماشي حطيتهم. هننزل بيهم على البطاطس، صينيه البطاطس، المكونات بتاعت صينيه البطاطس. ماشي يا حبايبي كده. هننزل بمعلقه صلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اغلي ميه. لو عندكم شوربه ماشي، ما عندكوش حطوا ميه عادي مفيش مشكله. تستعملوا الماجي حطوا ماجي، انا ما بستعملش الماجي بطلته بصراحه. نحط بقى ايه؟ معلقه صلصه كبيره اهي. عاوزتوا تاني حطوا مفيش مشكله. ننزل بالبطاطس. كوبايه القهوه بتاعت الصبح بقى، يعني بصوا مزاج، لازم القهوه دي. بصوا حبايبي شوحي البطاطس برده شويه مع التتبيله. ادي الحاجه حقها هتديكي طعم جميل وتاكليها بنفس. دي احنا هناكلها بالعيش، احنا بنحب العيش قوي بالبطاطس. مش هعمل جنبها رز، اللي عايز رز يعمل جنبها رز، جنبها حبه جرجير كده وبصل اخضر واوعى بقى اهو. بس هنديها تشويحه كده 5 دقايق، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. يكون فنجان القهوه ده ظبط عشان يظبط دماغي، عشان قايمه مصدعه مش عارفه فيه ايه. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. على نار هاديه اهم حاجه. ماشي. بصوا يا حبايبي كده قلبتها بتاع 5 دقايق. هننزل عليها بقى كده بيجي كوبايتين ميه سخنه بس كده، وهنغطيها بالورق الفويل لمده نص ساعه. لمده نص ساعه، وبعد كده نبقى نحط الكفته. مش هنحط الكفته دلوقتي لان الكفته مستويه، فاحنا دلوقتي عايزين بس نسوي البطاطس نص تسويه، وبعدين نحط الكفته تاخد غلوه، ولما تستوي خالص ندخلها تحت الشوايه. ماشي حبايبي. بصوا حبايب قلبي الشكل والريحه والطعم، يا ريتكم كنتوا معايا دقتوا طعمها عامل ازاي. في المرحله دي هي داخله على السوا هنحط الكفته. ماشي حبايبي اهي. هنقلب بقى كده، خلي البطاطس من تحت، الكفته من تحت والبطاطس من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان الكفته تشرب من الصوص اهي كده كده.
لسه البطاطس ما استوتش، فهتقلبي براحتك داخله على السوا اهي. واحنا اصلا كده كده بنحبها مستويه قوي، يعني مش بنحبها ماسكه نفسها، لا بنحبها مستويه اهي. بس كده، ونوطي عليها بقى النار وهتاخد لها شويه، ونطفي عليها وندخلها تحت الشوايه. تحفه تحفه يا جماعه، تحفه. يعني نشوف بقى صينيه البطاطس اخبارها ايه. بسم الله ما شاء الله، تحفه. هي كده حلوه قوي عشان يبقى فيها صوص. بصوا كده كويسه جدا. نحطها تحت الشوايه، بس هحط لها حته زبده، هحطها تحت الشوايه لمده 10 دقايق. هي كله كده مستوي كده. حطيت مكعبين زبده صغيرين، ندخلها تحت الشوايه. بسم الله، وهوريها لكم بعد 10 دقايق. احلى صينيه بطاطس في الدنيا، الطعم خيال، تحفه تحفه يا جماعه. لايك وشير لصينيه البطاطس دي، اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، دعميني باشتراك كده وبتعليق حلو منك، شجعيني بكلمتين. لو الفيديو عجبك، ما عجبكيش اهلا وسهلا بيكي، شرفتيني ونورتيني. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ بصوا مش قادره اوصف لكم، مش عارفه اتكلم من الريحه والجمال والطعم. تحفه، خطير 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 فوق ما تتخيلوا. والله العظيم صينيه بطاطس روعه، جنبها شويه رز او جنبها شويه خضار. كليها بالعيش زي ما انت عايزه كليها، بس تحفه يا جماعه والله، تحفه تحفه. والصوص تحفه وهي تحفه. وجبه متكامله، الكفته الشاربه من الصوص والشاربه من البطاطس. بصوا سخنه، وكلتها وهي سخنه، تحفه. بألف هنا وشفا حبايبي. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير، واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.